بسم الله الرحمن الرحيم. احنا مع شباب ورد، زهرة المجتمع، ينابيعها خيرها جمالها كله من التعليم المدني. هم بتمتحنوا ايه؟ امتحان الشبابية الدبلوماسية. يعني تطلع دبلوماسية في بره مصر ولا داخل مصر؟ لا، بنمثل مصر بره في البلاد، بس هو الكورس شامل تدريبات في الداخل مع وزراء وفي بعض الوزارات، وبرضه ممكن يبقى فيه في الخارج ناس ما نعرفش انت بتستفيدي دلوقتي ان انت طبعا العلاقات الدبلوماسية بين مصر وبين اي دولة بتبقى متحددة تبع مناخ الدولة بتاعتنا بالظبط. بالظبط. انت شايفة ان انت هتبقي بتمثلي مصر في اي منطقة عربية رايحاها، ان انت فعلا قد المسؤولية وقد ان انت تقولي حاجة عن بلدك. اكيد لان المعايير المشروطه علينا بترتب الامر ده، يعني في لغات لازم نتقنها، في دبلوماسيه، في كان اتيكيت، في في قريب بروتوكول. في تقديم في كلية طيران بتاع طيران بيختصوا ان انت لازم تكوني الانجليزي بيودوكوا تبع معهد كتير وبيطلعوا مضيفين طيران. طب ما فكرتوش في حاجة زي دي وقدمتوا ليه؟ لا، كان التقديم شغال من اسبوعين كده. بصراحة لأن الطيران بتتطلب معايير معينة، يعني مثلا زي القدرة الجسدية لازم يبقى عندي معايير جسدية معينة، سواء طول سواء وزن، ليها شروط قبول معينة مش زي اللي بتحددها برنامج الدبلوماسيين مثلا. سواء كانت شروط مثلا ان انا يبقى ليا اتيكيت زي ما قالت هاجر، يبقى ليا اتيكيت، يبقى عندي لغة، يبقى عندي وعي او عندي فكر سياسي او اقتصادي. لا اوريدي يعني حسيتي ان انت استفدتي خبرة الاخرين في الكورس اللي انتوا بتاخدوه تبع وزارة الشباب والرياضة؟ احنا لسه هنبدا الكورس ان شاء الله. لسه هتبدأوه؟ لسه هنبدا الكورس، تبدأوه بس على اكيد خير. هنشرح ان شاء الله. لما مصر جميلة وبتدي فعلا من وقتها لأبنائها إن هم فعلا يمثلوا مصر في أي مكان، ده أجمل حاجة في مصر. وأنا سعدت بيكم. انا سعيده أسماءكم جدا. بقى حاضر شرف. مريم. بإذن الله هاجر ومريم يبقوا ممثلين مصر، لأن مصر فعلا واعدة. مصر فيها شباب زي الورد. مصر نورت العالم كله، بتقول للمصريين إحنا بناخد إيدنا بإيدكم عشان فعلا نمثل المجتمع العربي في كلمتين تختصر في بنات مصر الجميلات. سعدت بيكم.